ما تقدم لي أحد أطلع فيه عيب. كنت أبغى واحد وسيم وغني وسيارته فخمة وشروطي ما لها نهاية. تقدم فيني العمر، رديت ناس كثير، مناصب ورتب، وصل عمري 33 وندمت نوعا ما، لكن ما زلت إني ما أقدر أتزوج واحد مو حلو. تقدم لي واحد قابل أخواني، وجاني أخوي الصغير قال لي أنت شوفيه، صدقيني الشخص هذا هو اللي أنت تبغينه. ورتبنا فعلا للشوف الشرعية ودخلت شفته. ما شاء الله تبارك الله، الرجال وسيم وسيم بشكل خلاني أوافق من لحظتها. عيون عسلية ناعسة وجسم حلو، أحلى من كل الأوصاف اللي كنت أتخيلها بفارس أحلامي. لكن الرجال على قد حاله، يشتغل في شركة راتبه 3000 ويسكن عند أهله بنفس الدور، لأن الدور اللي فوق مأجرينه. اتغاضيت عن هذا كله ووافقت. سبحان الله النصيب، تزوجت وعشت حالة ما يعلم فيها إلا رب السماوات والأرض. البيت ضيق مرة، دور واحد، 4 بنات وأمه وأخوه بالثانوية. أبوه متوفي، مالي إلا غرفة واحدة وحمام مشترك. الحمام كل العائلة تدخله وما عندهم أي مشكلة، وغير كذا جلستهم من العصر في الحوش وما عندهم حوش كبير، فيجلسون في السيب اللي ورا، والسيب اللي ورا طاقتي أو دريشتي تطل عليه. وربي أرجع من الدوام تعبانة مهدودة، أبغى أنام ماني قادرة من السوالف. إزعاج فظيع ما أقدر، يسولفون عند راسي، وأمه متحكمة ومسيطرة بالوضع بشكل غير طبيعي، بشكل فظيع، لدرجة وربي إني ما أزل عليكم ماخذة مفاتيح الغرف كلها حقة البيت حتى غرفتي. وتقول ليش تقفلون البيبان؟ ما لا داعي تقفلون البيبان، وأنا طبعا منطمة وساكتة. طبعا غير شغل البيت والكرف، وأنا أداوم بمدرسة أهلية وأرجع مهدود حالي، طبخ وغسيل وتنظيف. حتى أخوي اللي بالثانوية يمون علي بشكل مو طبيعي، يقول لي صلحي لي أكل، جيبي لي الشيء الفلاني. رزقني ربي بطفل هو أحلى شيء في حياتي، وسبحان الله نسخة أبوه ما شاء الله تبارك الله. المهم صبرت وسكت إلين ما جات هذيك اللحظة اللي انفجرت فيها، ما عاد قدرت أتحمل خلاص. كان في عيد الأضحى وزوجي هو اللي ذابح الأضاحي، مسكين يده اتسلخت من كثر ما سلخ يعني قشر الذبيحة. اي والله ما يقشر الذبيحة. ايش في امك؟ والله تكشير هو، بس انتوا يعني اني مدري من فين جبتوا ذي الكلمة. سلخ. ايوه بس ايش هو السلخ؟ مو يقشرون الذبيحة؟ ايش يقشرون منها بالكم سلطان؟ ما هو يقشرونها كذا، يوخرون الفرو من هو فرو هو الشعر. ايوه يوخرون الفرو حقها من جلدها. طيب ايش هذا؟ تكشير. ايش امك؟ ايش عرفك انت السخر؟ وانا في المطبخ جالسه اقطعها وافرزنها، طبعا واخواته نايمات مكبرين المخدات ونايمين. وخلصنا الساعة 1 من التقطيع والتنظيف، رحت غرفتي عشان ابغى انام وارتاح انهد حالي. يوم جاء العصر صحيت الساعة 5، التفت وما حصلت ولدي في سريره وزوجي نايم جنبي. طلعت من الغرفة لقيت ولدي مع أخت زوجي، قلت لها من اللي أخذ الولد؟ قالت أنا دخلت وأخذته. تخيلوا أنا وزوجي نايمين في الغرفة، دخلت بكل وقاحة تاخذ الولد وتطلع كأنها كابة علي موية حارة. كيف تدخل كذا ببجاحة؟ على طول أنا داورت ورحت غرفتي وحطيت أغراضي وأغراض ولدي، رتبتها في الشنطة واتصلت على أخوي يجي ياخذني، وما شاورت ولا أحد. قام زوجي طالع فيني، ايش فيك بسم الله ايش صاير؟ ما رديت عليه، طلعت وخليته. لما دروا اهلي انجنوا، قالوا ايش وربي ما ترجعين لما يحط لك بيت لحالك او يدبر نفسه مال امنا صلاح. وجلست عند اهلي 1.5 شهر، وبعدها استاجر زوجي شقة لنا، وربي ما كان فيها الا غرفة نومنا بس، جالسين كذا على فرشة الحدايق. وكل شهر كل ما يجي راتبي اخذ شيء بسيط، يا كنب يا مواعين، وعلى هذه الحالة والحمد لله على كل حال. نصيحة، لا تتشرطون قبل الزواج. إذا جاك ولد الحلال وراتبه معقول وأخلاقه زينة وافقوا، لا تغلطون غلطتي وتقل الفرص، ولا تخلين عمرك يروح بمقابل إنك تستنين شخص. ما حد يستاهل تمر أيام عمرك